بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن المكان اللي هبدأ فيه تربية الأرانب السلالات. اتكلمنا عن الأرانب البلدي بما فيه الكفاية، ولكن سامحوني في طريقة التصوير علشان في قيود عليا شديدة من اليوتيوب. كل ما بنزل فيديو بيطلع لي عليه قيود علشان طريقتي في التصوير. انا مش متمكنة جدا في التصوير، فاستحملوني شوية. هنبدأ بسم الله ونشوف المكان الأوضة اللي انتي هتربي فيها الأرانب بتاعتك. الأوضة اللي هتربي فيها الأرانب السلالات لازم تكون جيدة التهوية، يكون فيها شباك فيه تهوية، يكون عندك شفاطات تسحب الروايح وتسحب الأمونيا. تمام. البطارية اللي انا هشتريها افضل بطارية هي البطارية الهرمي او النص هرمي. البطارية اللي موجودة قدامكم دي بطارية نص هرمي. نص هرمي يعني ايه نص هرمي؟ يعني البيوت بتاعة الارانب والعيون بتاعة الارانب في جهة واحدة بس من البطارية، في جهة واحدة بس من البطارية. المكان لازم يكون بعيد عن القوارض، يعني ما يكونش فيه فران، يكون فيه إضاءة كويسة، يكون جيد التهوية، بعيد عن الرطوبة، بعيد عن الشمس المباشرة. تمام. المكان يكون نظيف، واحرص دايما على نظافة المكان. ما يكونش فيه عندي هلوس، ما يكونش فيه براس، ما يكونش فيه سحالي. لازم المكان يكون نظيف. افضل بطارية تشتريها هي البطارية الدورين. الدور الاول بيكون فيه عيون الامهات وبيوت الولادة، زي ما انتوا شايفين كده. بيوت الولادة فيها فرشة التحضين. تمام. العيون كمان بنكون حاطين مع في كل عين بنكون حاطين فيها الفرشة بتاعة العرجوب، علشان ما يبقاش فيه عندي التهاب عرجوب للأرانب، علشان الأرانب بتحمل على الحديد بتاع البطارية. تربية البطاريات تربية نظيفة جدا، بتساعدك في ان توفري على نفسك وقت ومجهود التربية. وقت ومجهود التربية، مجهود التنظيف. ليه؟ لان عندي في البطارية التنظيف بتاعها سهل خلاص، فمحتاج مش بتاخدي منك وقت، ما بتحتاجيش وقت كتير في التنظيف. انت بتلمي اللي على المشمع وخلصنا على كده. فانا افضل ليكي ان انت تشتغلي طالما خلاص اتمكنتي وقدرتي تشتري بطارية جديدة، ما تشتريش بطاريات ارانب مستعملة. بطاريات الارانب المستعملة هتكون فيها ضرر عليكي. البطارية طالما صدت وطالما استعملت واستهلكت، في اكيد ممكن يكون فيها امراض، ممكن تكون مصدية وفيها قطع صدى او حديد رايش طالع. تمام. يدخل في رجل الارنب ويعورهولك. افضل بطارية هي البطارية الدورين. احنا مش طوال علشان ناخد البطارية التلات ادوار. البطارية في منها دورين وفي منها 3 ادوار. افضل ليكي تستعملي البطارية الدورين. قلنا هنبدأ ب ارانب عمر كام؟ هنبدأ بكام ارنبة قصدي نتاية. من البداية هنبدأ باربع نتي. يبقى انا عندي اربع تحت، من تحت في البطارية عندي 4 عيون للبطارية، فيها 4 عيون للإناث وعين للذكر. 4 عيون للإناث وعين للذكر. تمام. البطارية التلات ادوار دي مش حلوة. ليه؟ لاني مش بقدر اشوف الحاجة اللي فوق وبشرها كويس. افضل بطارية هي البطارية الدورين بس. دور او دورين، دور او دورين، تركز معايا في الموضوع ده. الارنبة الواحدة تحت تولد، تحت عين الولادة، عين الارنبة وعين الولادة. العين اللي فوق تبقى دي للإنتاج بتاع مين؟ ولادها. لما اجي افطم بطلع الأرانب فوق. لما اجي افطم الأرانب بطلع الأرانب فوق. الأرانب التربية في البطاريات بتحدد لي كمية العلف، بتكون مقيدة لي كمية العلف. سهلة عليا في توزيع المية لأن فيها نبال، خط نبال، بعرف ان انا اوزع بيها المية كويسة.
يبقى انا عندي الميه ما بتنقطعش من قدام الارنب، ما بعولش الهم ان الارنب كب الميه او كب العلف، ما عنديش هدر علف، ما عنديش تبول على العلف، ما عنديش تبول او مخلفات تنزل في الميه. ليه؟ لان البطاريه بتوفر عليا مصدر ميه ومصدر اكل جيد ونظيف. لمين؟ للارانب. انا محطه لكم الصور بالشكل ده، معلش استحملوني زي ما قلت لكم بسبب قيود اليوتيوب، بسبب القيود بتاعه اليوتيوب. تمام. طيب عندي هنا قلنا اتكلمنا عن التربية في البطاريات موفرة للوقت. اي نعم هي غالية ولكن موفرة معايا للوقت. بدأنا مثلا بأربع نتي، يبقى عندي 4 عيون تحت للإناث معاهم عين للذكر، وفوق يبقى تحت 5 عيون، فوق 5 عيون للخلفة، 5 عيون للخلفة. طب انا يا مؤنس هربي في البلكونة، هتربي في البلكونة في انواع تانية من البطاريات زي اللي انت شايفاها قدامك دي، تنفع للتربية في البلكونة. يبقى عندي مثلا جايبة نتيتين ارانب وذكر، جايبة 3 نتي ارانب والذكر وعين للخلفة، يبقى 2 للإناث، واحدة للذكر وواحدة للخلفة. يبقى أنا عندي كده ده نوع تاني من أنواع البطاريات. تربية البطاريات تربية مفيدة موفرة للوقت، مضرة في إن هي مكلفة. البطارية سعر البطارية غلي وعدى، يعني سعر البطارية لوحده راس مال مشروع خلاص، ولكن هي موفر عليكي. وزي ما قلتلك انك انتي بتريحي نفسك وبتجيبيها من ارباح مشروعك. في اكتر كده انا بحطلك اكتر من فيديو، اتفرجي على الفيديوهات اللي فيها انواع البطاريات. عندك بطاريات كتيرة جدا وانواع كتيرة موجودة في السوق، تقدر تختاري اللي انت عايزاه. خلاص. لازم اكون طالما هربي الارانب لازم اكون عارفة مكان اجيب منه علف بارخص الاسعار. ارخص سعر في العلف علف جودة عالية وسعر رخيص، جودة عالية واجيب من تاجر يديني ارخص سعر في السوق. 50 قرش في سعر الكيلو، لو في 50 قرش نص جنيه زيادة عندي في سعر الكيلو، الزيادة دي هتطلع عليا مصاريف وهتزود عليا المصاريف في الاخر لما اجي احسب الربح بتاعي. فانا لازم ادور على مكان يكون كمان قريب مني، اشوف موزع اعلاف قريب مني، هو ده اللي انا اشتغل معاه علشان اقدر اخد منه الاعلاف باسعار اقل وارخص، اسعار تكون رخيصة. ما تستهونيش بالخمسين قرش اللي انت هتوفريها في كيلو العلف. الخمسين قرش دي تجمع معاكي في الاخر 200 جنيه و300 جنيه و400 جنيه مكسب. لو انتي وفرتيها هتوفريها فتبقى مكسب ليكي، هتتكلفيها هتبقى خسارة عليكي. الارنب لو مش هيجيب تمن حباية العلف اللي بياكلها ملهوش لازمة عندي. خلاص يا بنات، قلنا ابدأي بأربع نتي مع الذكر. خلاص. في ناس بدأت بالنتي واللي خدت النتي ودتها للعيادة البيطرية اللي هي شغالة معاها، دخلتهم تلقيح هناك واخدتهم ملقحين. يعني في ناس كمان بتبقى ستات متحركة شوية، بتقدر تتحرك، تقدر تطلع تدخل وتروح وتيجي، وبتعرف تاخد الارانب معاها في بوكسة وتروح توديها للبطارية تخلي الدكتور يدخلها لها تخصيب عند الدكورة الارانب اللي بتبقى عنده، بعد كده بتاخدها. فانت يا اما انك تشتري ذكر او انك تتعاقدي مع الدكتور توديله الارانب يدخلها تخصيب، او انك تشتري الذكر. وانا انصحك تشتري ذكرين مش ذكر واحد، لان لما بتزودي عدد الذكورة عندك بيكون عندك ذكر احتياطي علشان خاطر ما يحصلش عندي اي اضرار في الارانب، او ان يتوقف عندي الانتاج بسبب ان حصل عندي فجأة الارنب تعب او الارنب حصل له ضعف في الخصوبة بتاعته. خلاص يا بنات، فكده دي من الحاجات المهمة اللي اتكلمنا عنها. نظافة المكان، مكان جيد للتهوية. في انا مش عايزة اطول عليكم والله، بس يكون في بطارية بيكون في خلية تبريد
عشان اعرف اشتغل في الصيف، خاصة ان انا هشتغل، طالما هشتغل ارانب سلالات يبقى مش هنقطع فترة الصيف. فترة الصيف لازم اكون شغالة، فيبقى عندي بطارية الاوضة اللي فيها بطاريات الارانب، او الاوضة اللي انا عاملة فيها، او المكان اللي انا عاملة فيه مشروع الارانب، لازم يتوفر فيه 3 حاجات: شباك يدخل لي تهوية وفي نفس الوقت ما يدخلش شمس مباشرة، يكون في شفاط، يكون في خلية تبريد عشان اشغلها في الصيف. في الشتاء ما يكونش في تيارات هواء مباشرة داخلة على الارانب. درجة الحرارة بتاعتي الكويسة لانتاج الارانب على 25 درجة مئوية. الاعلاف ادور على احسن موزع يديني اعلى ماتيريال، اعلى خامة من العلف واقل سعر في السوق. لو وفرت 50 قرش في الكيلو هيوفر معاكي وهيطلع لك ربح. تمام. البطارية بتوفر عليكي وقت التنظيف ووقت حط الأعلاف ووقت الفحص للأرانب. الأرنبة لما بتحفظيها في البطاريات بتوفر لك كمية العلف بتاعة الأكل، ما بيبقاش عندك كمية علف مهدورة أو نافق في الأعلاف. البطارية لازم أجيب معاها حاجة اسمها فرشة عرجوب، علشان أبقى عارفة ومتأكدة إن الأرانب بتاعتي ما تبقاش محملة على الحديد بتاع البطارية، فبقى أنا بحمي الأرانب بتاعتي من التهاب العرجوب. خلاص. بيكون عندي فرشة تحضين للأرانب الصغيرة في بيوت الولادة. تمام. بشتري كمان، انا بفضل انك انت ما تستعمليش النشارة في بيوت الولادة، وتستعملي عبش الرز في بيوت الولادة. وعبش الرز ده احنا بالنسبة لنا احنا في الصعيد بيبقى صعب ان احنا نحصل عليه، ولكن بنلاقيه عند المكاتب اللي بنستلم منها البطاريات، اللي بنشتري منها البطاريات وبنشتري فيها منها مستلزمات مزارع الارانب، بيوفروا لنا عبش الرز. فانتي لو من بلاد بحري عبش الرز عندك متوفر، ما عندكيش عبش الرز، بتضطر تستعملي عبش البوص، اللي هو الاماكن اللي بيبقى موجود فيها جنديل الذرة الشامي. الاماكن اللي هي البيوت او الغلاف اللي بيبقى سبحان الله محطوط فيه جنديل الذرة الشامي، هو ده اللي انت بتحطيه للارانب. ما انصحكيش ان انت تستعملي التبن او تستعملي النشارة، خاصة لو النشارة ناعمة، علشان هتدخل في مناخير وفي عينين وودان الارانب الصغيرة وتموتها لك. ودي عن تجربة حصلت معايا انا شخصيا، وصورتها لكم قبل كده النشارة، وكانت سبب في موت انتاج عندي من الارانب. تمام. فكده نبقى انا خلصت لكم يعني جزئية مهمة برضو محتاجين ان احنا نعرفها عن مكان اللي هربي فيه الارانب السلالات، وعن انواع البطاريات اللي هستعملها. بعد كده هنتكلم عن الفيديو الجاي ان شاء الله، هيكون بنتكلم فيه عن ايه، من فين اجيب الارانب، اشتري الارانب بتاعتي السلالات اشتريها من فين، ازاي استقبلها. بعد كده هنعمل فيديو تاني عن الجدول الوقائي ليها، ازاي احمي نفسي لحسن لا ربما يكون فيها عدوى جرب او عدوى براغيث، ازاي اتصرف في حوار زي كده. تابعوني في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله، وأسفة جدا ان انا طولت عليكم، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.